ها علاش ما خاصكش تدخل صباطك او سبرديلتك او صندارتك اللي كتمشى بهم في الزنقه تدخلهم للدار. ها علاش؟ وقرا شحال ديال الميكروبات والجراثيم كتدخل للدار معاك. شو رجلك فين كتعفر، راه بزاف ديال الحوايج كتمشي عليهم وانت ما فراسكش وكتدخلهم معاك للدار وكطلع بهم فوق الحصيره الصربيه. هادشي كله كيتنقل معاك من برا وكتدخلو للدار وكيتلاح في الدار وكيكون عندك الوليدات الصغار وكيكون الانسان يخلي ديما سبرديلتو او صباطو برا. ضروري تلقى الدروج ولا تلقى شي بلاصه، المهم حاول تحطهم في شي بلاصه اللي ما تدخلوش معاك ويتساسى داكشي اللي فيهم. راه كاع الجراثيم مسكه كارو كلشي الانسان كيضل نهار كامل هو كيدور يجمع بحال المغناطيس. الانسان يحتي راسو وهادشي راه كله ما نحكروش. هادشي راه يبان لك واخا هكاك، راه كاين اللي عنده وليدات صغار وكيلعبوا، كاين اللي كيحبوا باقي صغير اللي لقاها كيهزها كيديرها في فمو اولا ايدي كيحطهم في الارض. راه كلشي هادشي جراثيم. راك انت كدوز على البول حاشاكم على مسكه ما عرفت شكون اللي عاضها، مسكه قديمه، الوسخ، الماء ما عرفت شنو واش فيه. شوف الارض راه ماشي كلها طاهره، ولهذا بنادم يتجنب هادشي. خلي صباطك ولا هادي وخلي صنايديله ديما ديال الدار اولا صابو او شي حاجه ديال الدار هذيك، حط هادي ولبس هادي.